السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم بنات؟ إن شاء الله راح تكونوا طيبين. اليوم درسنا الجديد هو ورد الجوري، يحتوي على 5 ورقات. هذا الورود هو من أهم ورود الحنة، عشان هو جميل جدا وهو عريض، يطلع فيه لون الحنة غامق. من قبل ما نبدأ بشركم يا بنات، في كثير بنات قالوا لي أجيب دورة مجانية لتعليم الحنة والأساسيات، راح إن شاء الله أحاول أجيبها لكم بسرعة. عشان هيك يا بنات لازم تشاركوا قناتي الحين، ولا تنسوا اللايك. أمانة يا بنات لا تبخلوا علي. يلا فلنبدأ. أول شي بسوي حلزونة متوسطة، يعني ما هو كبيرة مرة وما هو صغيرة، وبعدين سوي دوائر، 5 دوائر فوقهم، بس لازم تكون الدوائر نفس الشكل، يعني نفس بعض، ما تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة. املاها من جوا. انا حسيت اللي اخر هو يعني صغير شوي، عشان كده عرضته شوية. سوي خط فوقهم، فوق ال5. الحين سوي خط عريض، يعني الحين سوي خط عريض فوقهم من البداية ومن النهاية، تكون خط نحيف، ومن النص أضغط القمع عشان يطلع الحنة، وتكون من النص عريض. من البداية ما بضغط القمع، ومن النص أضغطها بشدة عشان تطلع الحنة وتكون خط عريض. الحين أول شي بسوي خط نحيف فوقهم، بعدين سويهم عريض. من البداية ما بضغط القمع، من النص بحاول أضغط زيادة، من النهاية حتى بخليه يعني ما أضغط. سويت خط نحيف فوقهم عشان أنا أبغى تكون هذه الوردة أكبر. زودت عليها واحدة واحدة. الحين نسوي نقطة مسحوبة، بس يعني خطوط نحيف زي نقطة مسحوبة، زي شكل النقطة مسحوبة، بس خطوط نحيف عشان الوردة عرضناها كثير. ما تسوي هنا يعني خطوط عريض، ما يصلح. سوينا نقطة مسحوبة بس نحيفة. من هنا كمان. الحين هنا أسوي وردة ثانية. أول شي سويت الحلزونة، فوقها دوائر صغيرة، 5 دوائر. ما في مشكلة إذا عرضتي واحدة ولا سويتي واحدة صغيرة واحدة كبيرة. بعدين لما يعني تسوين من جوا تملئين، حاولي تكوني كلهم يعني نفس الشكل. سويت خط نحيف فوقهم زي ما سوينا الأولى. سوي خط عريض من البداية، ما بضغط القمع. سوي خط نحيف فوقهم، سوي خط عريض من البداية ما بضغط، ومن النهاية ما بضغط. من النص حاول أضغط القمع، شوفوا زي كذا.
عشان ما تكون فيديو طويلة عليكم ما تشوفوها كاملة. خلصت الوردة الثالثة كان نفس الشكل. الحين نسوي هنا زي العصايات أو ما أدري إيش تقولوها، الجر ولا عصايات. قولولي في التعليق إيش تقولون هذا. إحنا نقوله في الهندي نقوله ليف. نملاها من جوا. وهنا كمان بسوي واحدة. أتمنى أنكم فهمتوها يا بنات. لا تنسوا التدريب، لازم أهم شي في النقش هو التدريب. كل ما دربتي أكثر يطلع يعني نقشك جميل. بس أهم شي التدريب. إذا تشوفين فيديو وما تتدربين ما في فايدة. لازم مع التدريب يطلع أحسن. إن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادمة. في أمان الله، مع السلامة.